الظروف صعبة والبني آدم لازم يستعمل عقله، والبني آدم اللي يعتقد ان التعامل بالبيتكوين حرام بني آدم غبي، بني آدم غبي. واللي يدخل الدين في الاقتصاد يبقى غبي. مش معقولة يعني انت يعني انا عايز اسأل، ما سألتش نفسك 100 كام وسبعين دولة بيتعاملوا بالبيتكوين وانت اللي فالح فيهم؟ تعرف السعودية بتتعامل بالبيتكوين يا اخي، الامارات، الدول كلها، كل الدول بتتعامل اللي جابت لك الاسلام اللي انت بتقول حرام وحلال وحلال على اساسه بتتعامل بالبيتكوين. طب هل البيتكوين يحل ازمة في مصر؟ ديفينتلي، اكيد، مؤكد يحل الازمة في مصر 100%، يحل الازمة في مصر. انا قلت لك ازاي يحل قبل كده واقولها تاني. انا كمصري هنا اشتريت بيتكوين ايام الرخص، غلي عليا البيتكوين، غلي وبقى كويس اهو. لو جيت بعته هنا هدفع 40% منه ضرايب. البيتكوين فيه ميزة انك انت لما بتشتريه مفيش بني ادم على وجه الارض يعرف انك اشتريته، ولا يعرف انك عندك بيتكوين، ولا يعرف عملت فيه ايه. بتتعرف امتى؟ لما بتيجي تبيعه. لما بتيجي تبيعه وتاخد الدولار، يبتدي بقى يقول لك ايه، تعالى لي بقى انت بعت بقد كده، هو ده دخل لك دولارات قد كده، فين قول لي بقى انت اشتريته بقد ايه، اثبت انت اشتريته بقد ايه بقى عشان ندفعك الضريبه بتاعته. لو ما اثبتش اشتريته بقد ايه يبقى المبلغ كله بيعتبر مكسب وتدفع عليه ضريبه. طب انا كمصري اعمل ايه؟ هروح رايح، ده لو عندي مخ، ده لو عندي حكومة بتفهم، ده لو عندي ناس يسيبوهم من التخلف العقلي اللي هم فيه والأوهام اللي عايشين فيها بتاع حكاية حلال وحرام دي. هروح رايح على العاصمة الإدارية على سبيل المثال، وهروح شايري لي شقة هناك، ولا بيت هناك، ولا بيزنس هناك، وادفع بالبيتكوين. الراجل بتاع العاصمة الإدارية اللي هياخد مني البيتكوين هناك في نفس الثانية، في نفس اللحظة هيطلع على البورصة إلكترونيكالي، يحول البيتكوينات اللي معاه لدولارات ويدخلوا دولارات على طول. طبعا هو امريكا ملهاش علاقه بيه بقى، لا هتقول له ادفع ضرايب ولا هتقول له بتاع، ملهاش علاقه بيه. هي بتدفع ضرايب. مين اللي بيدفع ضرايب لامريكا؟ الامريكان سيتيزن، المواطن الامريكي هو اللي بيدفع الضرايب. فاذا يا ناس، آه حاجة تانية، عربيات، العربية بتتباع بالبتاع، هروح اشتري عربية وهحطها واسيبها في مصر، اشتري عربية بالبيتكوين. وقيس على كده بقى، قيس على كده. هقول لك على حاجة بقى، هقول لك الحاجة الوحشة قوي اللي انت طبعا كل الناس بتقعد تقول كل الدول بتغمض عينيها في الحكاية دي. الجرائم، تجار المخدرات، الحرامية بيحولوا فلوسهم بالبيتكوين. خليه يحول لي، يجي يشتري عندي بالبيتكوين يا سيدي ويحول لي الفلوس، وانا اعمل نفسي نايمة. ولازم اعمل نفسي نايمة اليومين دول. ولازم اي حد دخل مصر بدولارات دلوقتي افتحها. مفيش حاجة اسمها انا اقول له إن الحد الاقصى انك انت تدخل بيه 10,000. ممكن احدد اللي خارج لكن اللي داخل ده تخلف عقلي، ان انا امنع الناس انها تشيل دولارات وياها وهي جايه. عارف ان انتوا بتحاولوا ترضوا امريكا وعارف الكلام، بس انا زي ما قلت لك العالم كله بيعمل نفسه نايمة. اعمل نفسك نايمة. اظن الستات كلها عارفة يعني ايه اعمل نفسي نايمة دي.
يا جدعان البيتكوين، العملات المصفرة عامة يعني، بس أنا بقول البيتكوين على أساس إن هي دي اللي معروفة عند الناس. يا الناس، البيتكوين ديت أو العملات المصفرة حل ناجع وسريع. ما بقولكش إنك هيخليك بطل على فكرة. مش المصريين بس، ده الامريكان نفسهم. الهات ماني اللي انت بتقول عليها دي، انت تعرف ان هات ماني دي في كتير منها الليجل، في كتير غير قانوني. خليه يحول ويخش بالبيتكوين. وانا قلت لك انت بتاخد منه بيتكوين بتصرفه في نفس اللحظة، بتحوله في نفس اللحظة الى دولارات. انا خايف من ايه؟ عشان مفتي متخلف قال انه حرام؟ ده كلام فاضي.